السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. اخباركم ايه حبايب قلبي؟ النهاردة ده سمك فوارغ. طبعا البورسعيدية عارفين يعني ايه فوارغ. شايفين يا حبايبي؟ انا بوريكم السمك ده بوري. هوريكم دلوقتي. شايفين؟ ده بوري. ده بوري طازة. الفوارغ جميلة جدا جدا. السمك عامة في الشتاء بيبقى حلو، والسمك عامة مفيد. بصوا دي براية كبيرة. السمك ده انا هعمله بطريقة حلوة قوي قوي. شايفين يا حبايبي؟ انا هغسله غسيل حلو وهنضفه، وهرجع اوريهولكوا بقى ايه انا عملت فيه إيه. بس جربوا السمك بالطريقة ده هيعجبكم جدا جدا. إيه مش هتندموا. بصوا يا حبايبي انا كده غسلته. شوفوا منضفاه. انا فتحته، حطيت فيه ملح وليمون بس، ولا اي حاجة تانية. السمك ما بيكونش عايز الا كده. ولو غسله الرز بكون حاطه الرز، بس انا عملت السمك قبل الرز. بصوا بقى المقادير: ملح، كمون، بابريكا، كزبرة، مفيش فلفل اسود. ده فلفل، شبت، طماطم، بصل وجزر. بصوا يا حبايب قلبي انا جبت الكبة، حطيت فيها البصل والجزر، وانا حطيت فصين توم وانا بعمل ايه، وانا بخلطهم. بس نسيت اصورهم معلش، بس انا بقول لكم كل حاجة بصراحة. هعملهم وتعالوا مع بعض على البوتاجاز بقى. جبت رحت على البوتاجاز، جبت المقلاية وحطيتها. هعمل ايه؟ هحط فيها اللي انا ضربته في الكبة، من غير زيت ومن غير اي حاجة. ماشي، هشوحه بس تشوحتين على النار. البصلة مش تستوي، تتشوح بس، والجزر يتشوح. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، وبجد هتشكروا في الطريقة. انا حطيت فصين توم عشان ايه ما تقولوش انا ما قلتش. حطيت توم بس معلش ما تصورش. هقلبهم كده بقى. بصوا هما كده ايه اتشوحوا. قمت انا حاطه فيهم البهارات ايه: كمون وملح وبابريكا وكزبره. بس ما بحطش في السمك غير الكمون والكزبره والبابريكا طبعا، عشان هو السمك السنجاري بيحب يا رب سكرني البابريكا. معلش يا جماعه. بصوا هي كده بقى ايه، كده استوت. هي كده بدأت تستوي. شوف انا كنت بقلبها بشوف لو فيها ميه انا مش عايزه فيها اي ميه خالص. شايفين؟ ده المنظر اللي انا عايزاه. هي كان فيها متهيألي حاجات بسيطه من الميه. انا الجزر نزل الميه. رحت بقى على الرخامه. انا كنت عايزاها ايه ببردها. ريحتها كانت روعه، ريحتها روعه. تقريبا تتاكل حاف كده من غير اي حاجه. الطماطم، واحط الفلفل الاخضر، واحط الشبت. بس مش هحط كل الشبت طبعا. بجد الريحة كانت طالعة وهم وهو كده. هقلب بقى كله في بعضه واحط الشبت. على فكرة انا سبتها بردت شوية عشان احطها على السمك. كنت انا بغسل في السمك والحاجات، وبعد كده ايه قمت انا حطها، لان ما ينفعش احطها سخنة على السمك عشان ما تزفرش السمك. وبصوا بقول لكم اللي انا هرجع لكم تاني. غسلت السمك. شوفوا السمك زي الفل ازاي. بصوا ولا زفر ولا اي حاجة. السمك ده بيبقى فعلا طعمه تحفة. جربوه مش هتندموا خالص. انا اللي منضفاه في البيت وانا اللي فاتحه كده. هو المفروض يتفتح من ظهره، بس عشان هي فوارغ انا عملتها كده. جبت صينيه الورق الحراري، حطيت فيه نقطه زيت. شوف انا بوريكم بايدي عشان للامانه. نقطه زيت. وهعمل ايه؟ هحط السمكيه. بصوا، وهمليها بقى ايه من الخلطه. هعملها معاكم كلها. والله العظيم اقسم لكم بالله طعمه كان وهم. طعمه وهم. جربوه مش هتندموا بالطريقه دي بالظبط. بصوا احنا بنشتريه بالكيلو مشوي من بره. انا مصوره قبل كده شورتز، كان غالي جدا. يعتبر انا ما عملتش ما اتكلفتش في البيت اي حاجه وما تعبنيش. بس هقول لكم على خطوه برضو مهمه قوي: لازم الفرن يبقى سخن قبل
وانت بتشتغلي كده اول ما بتقطعي الخضار لازم الفرن البوتاجاز يبقى سخن. وكده انا بعمل الخلطة. بصوا في ناس بتحط خل وليمون، انا مش من هواة الناس اللي بتحط الخل والليمون على السنجاري. الخل والليمون بيوديه في حتة تانية. انا عايزه اكل طعم سمك كده زي اللي بيجي من بره. بصوا يا حبايبي انا كده خلصت. بص من ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ هو اصلي يعني يتاكل وهو ني. بصوا الصينيه ما قضتش، فجبت البايركس ده حطيت فيه، وعملت عليه بقى عملت رز صياديه. شوفوا انا شوفوا هو في فرن البوتاجاز لسه وانا بحطه، ما اقولكوش على الريحه. انا هعمل بقى عليه رز صياديه. عملت حمرت البصله، حطيت في البصله البهارات، حطيت برضو كمون وكزبره وشويه فلفل اسود بس. وقمت جايبه بعد كده قمت جايبه البهارات وحبهان، وتكون عدى الحبهان عشان ما يقعش في بق حد في الرز. انا بكون عدى كام حبهانية في الرز. بصوا هي كده انا هحط فيها الطماطم. انا كده الطماطم دي انا عصرها في الكبه من غير ميه ولا اي حاجه. بصوا هي بتغلي كده، هحط عليها بقى الميه بتاعه الرز وهغطي عليها تغلي بقى، وهرجع اوريكم هعمل ايه. بصوا بقى منظر دقاقه قوي في منظر الصياديه بتاعه الرز، ولا غامقه ولا بصي ولا فيها بصلايه ولا اي حاجه. انتوا شايفين اي حاجه ولا اي حاجه؟ بصوا بقلبها والملح بتاعها مظبوط وكل حاجه. هغطي عليه وبعد كده في الاخر بقى شايفين انا بوريكم اللون. انا عايزه اللون كده، انتوا براحتكم بقى مش عايزين تغمقوها، انا مش مغمقاها النهارده. شايفه ان المنظر كان برضو ريحته تحفه. بصوا السمك كده، السمك خلص. انا كنت اتفت على السمك والرز استوى كده. انا غرفت الاكل اهو. شايفين؟ جربوا مش هتندموا. ربنا يخليكم يا رب. ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو وفعلوا الجرس. مع السلامة.